نيجي بقى لموضوع الجي بي اس في مصر. موضوع الجي بي اس في مصر، كلنا في مصر هنا بنعتمد على الجي بي اس كليا. يعني احنا رايحين مشوار فمش عارفين المكان، فنعمل ايه؟ نروح نمشي على الجي بي اس. الجي بي اس ما ينفعش تعتمد عليه كل اعتماد، ولا ينفع تعتمد على دماغك دلوقتي في مصر. تعتمد 50% على الجي بي اس و50% على دماغك او على خبرتك في الطرق. فانت لازم تشغل دماغك وانت بتتحكم في الجي بي اس. ازاي؟ الجي بي اس فيه حاجات هيقراها وحاجات مش هيقراها. يعني لما يجي يقرا ان هو وانت مثلا طالع الكوبري يروح قايل لك انزل بقى يمين، وهو اصلا ما فيش يمين. يمين ده بيرمي في النيل، هتنزل في النيل. فطبعا دماغك تشتغل بقى. هو اكيد قصده ان كان مثلا في نزله هنا فاتلغت، فانت هتنزل النزله اللي بعدها، فتشغل دماغك بقى تقرا كده، تشوف النقطه جايه فين. فانت تبص كده على العلامات، على الاشارات، على ودماغك في حته ان انت عارف بقى ان الطريق اللي انت رايح منه ده اللي انت ماشي منه ده في فوق الكوبري وتحت الكوبري. فانت الجي بي اس ممكن يجيب لك من تحت. طب انا امشي لمين تحت وفي اشارات وبتاع؟ ما هو اللي من فوق، فانا امشي من فوق وكده كده الجي بي اس هيعدل ايه؟ هيعدل معايا، بدل دي حاجه انا بقراها ايه بعيني. فتعتمد على الجي بي اس عشان احنا هنا في مصر تلات ارباع الطرق اتغيرت وقصرت. يعني مثلا انت لو رايح مثلا من مساكن شيراتون او من مدينه نصر عايز تروح زهراء المعادي، الاول كنت بتاخد بقى ايه؟ طريق النصر للاستوراد بقى، تقعد بقى تكمل على صقر قريش، مش عارف على كوبري الاباجيه، الحاجات دي كلها اللي هي طريق طويل ممل وزهق وزحمه، وكمان هياخد معاك وقت. لو فتحت الجي بي اس هيجيب لك طريق مختصر، تلاقي نفسك بدل ما كنت هتوصل في ساعه وهتمشي مثلا حوالي 29 كيلو، لا يعني هتوصل في نص ساعة وهتمشي حوالي 14 كيلو. فهتلاقي نص المسافة ونص الوقت. بس لازم تبص على الجي بي اس. هتمشي على الجي بي اس لانه هو هيجيب لك طرق اتفتحت جديدة ما كانتش موجودة اساسا، وانت مش هتعرفها لان انت اصلا يعني اول مرة تمشي منها. في نفس الوقت لو انت بالليل فمش هتشوفها خالص. انت هتلاقي جنبك شارع انت خايف تخشه، لا يكون بيودي في حته انت ما تعرفش ترجع منها تاني. لكن الجي بي اس انت لما بتيجي تبص عليه بيوريك ان انت الشارع ده لما تدخله اخره هيوصلك على نفس الشارع اللي انت كنت بتمشي منه زمان، تقعد ماشي 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 فيه ساعه عشان توصل. فبتلاقي الشارع ده جايب لك ربع المسافه. بدل ما انت كنت بتاخد رأس الرجاء الصالح، تاخد طريق رأس الرجاء الصالح كده بتلف داير ما يدور حوالين المكان اللي انت رايحه، لا بتلاقي طريقه عمل عدل يوصلك على طول على المكان اللي انت ايه، اللي انت عايزه. الكلام ده قيس على كده بقى من مثلا من اكتوبر وانت رايح الهرم، برضو نفس الكلام. كنت بتنزل مثلا من اكتوبر مالكش غير طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ولازم تلف من رمايه طريق طويل كده وبرضه هياخد معاك وقت. يا اما تنزل من اكتوبر عن طريق المحور وبعد كده تطلع الدائري. دلوقتي مفيش الكلام ده. انت بتطلع المحور بتلاقي فيه، اول ما بتطلع المحور بتلاقي فيه نازله تكمل عليها على طول ترميك في المريوطيه. خلاص انت كده، اللي هي المريوطيه في الهرم يعني، خلاص انت كده ما كملتش. لكن اللف بتاع زمان ده خلاص. فالجي بي اس هيوفر عليك ويسهل لك الدنيا ويوريك ان الطرق بقت اسهل. في نفس الوقت انت مش هتحفظ الطرق دي لوحدك، ولا انا ولا اي حد. لازم الطريق تمشي منه مره واتنين عشان تحفظه، ان انت تقدر تمشي عليه بعد كده من غير ما تستخدم الجي بي اس. لو ده طريقك يعني مستمر يومي من بيتك للشغل او من الشغل لبيتك، فانت مستمر عليه. فانت تعتمد على الجي بي اس شويه وعلى دماغك شويه. تشغل دماغك لما الجي بي اس يديك طريق، تقرا الطريق الاول، تبص كده عليه، الطريق ده تمام، انت شايف ان هو مظبط لك الدنيا وهيوصلك في الاخر للمكان اللي انت عايزه، كده صح. مش اكتب مكان. ساعات الجي بي اس لو انت كتبت اسم شارع، في اسم الشارع ده ممكن يكون موجود في اكتوبر وفي المهندسين وفي التجمع وفي مصر الجديدة نفس اسم الشارع. وليكن مثلا شارع ابن الفرات مثلا، ممكن تلاقي الشارع ده في كذا حتة. فانت تبص عشان تشوف هو فعلا اداك الشارع اللي انت عايزه في المنطقه اللي انت رايحها بالظبط ولا لا. ما هو ممكن يديك 3 ساعات، 3 ساعات على ايه ده؟ لا، هو المشوار بتاعي مش مستحيل يكون بعيد قوي كده. فانت تركز ان انت ممكن لما تكتب الاسم ده انت ما حددتش، اكتب الشارع او اقرب خالص. يعني اقرب حاجه خالص ان انت ممكن تكتب ايه؟ ممكن تكتب اقرب حاجه للشارع اللي انت فيه. ممكن تكتب حاجه معينه، تكتب اسم محل معين فانت متاكد ان المحل ده مفيش حد في اسمه تاني، او شركه معينه جنب المكان اللي انت رايحه، عشان الشوارع ما تتلخبطش في بعضيها.
فانت ممكن تروح على اسم شارع يوديك منطقه تانية خالص، لان الشوارع كتير متشابهه في اماكن مختلفه. تمام. دي حاجه. في حاجه تانية، لما تكون ماشي في طريق، معظم الطرق دلوقتي بقت اي كوبري جديد معمول تحتيه يوتيرن. فانت ما تفتكرش ان انت وانت ماشي كده عايز تخش عايز تلف تفتكر ان انت هتلاقي في الرصيف فتحه زي زمان. لا خلاص، ما بقاش فيه الكلام ده نهائي. دلوقتي بقت معروفه. انت اتلخبطت او نسيت دخله معينه، او قدامك كوبري انت شايفه على مسافه، اعرف ان انت هتلف من تحتيه. تحتيه في لفه. اي طريق سريع زي الدائري مثلا او المحور او انت ماشي عليه، في عنده عليه نزلات، نازله توديك الناحيه التانيه على شكل نص دايره كده. ولو انت تحت برضو في طلعه تطلعك فوق على شكل نص دايره. فانت بدام في نازله في طلعه، او بدام في طلعه في نازله، معروفه. الطرق معظمها ما بقاش عليها كذا يوتيرن. انت ممكن تلاقي طريق 100 كيلو عليه 5 يوتيرن او 4، يعني كل 25 كيلو هتلاقي يوتيرن واحد. الكلام ده جوه البلد. على السفر بقى مش هتلاقي غير اليوتيرن اللي بين كل منطقه ومنطقه. يعني بين الشروق ومدينتي هتلاقي فيه كوبري مثلا. بين مدينتي مثلا ومش عارف والاسماعيليه، ولا العاشر من رمضان، ايا كان بقى، على طريق مصر الاسماعيليه ولا طريق السويس، هتلاقي الكوبري معمول على شكل ان انت اكنك طالع كوبري كده، بتلف منه وتنزل الناحيه التانيه. مش في الطريق كده اللي هو انت ما ينفعش تلف كده، عشان في ناس لسه دماغها مدركه ان انت هتلاقي فتحه في الرصيف كده تلف منها، اللي هو لا في السور. لا لا خلاص، ما بقاش فيه الكلام ده. بس انت مش بتلف من العتبه، انت ماشي على طريق سريع وناس ماشيه واخده الشمال ماشيه على سرعه 200. فانت مستحيل يكون هو ماشي وبالليل وسرحان وبيجري ومره واحده ليك قدام وانت لسه بتفكر تعمل كده. لان في ناس يعني سوري كاتيانا وهي بتلف في ساعه. لا، انت لازم تبقى مشغل دماغك كده. لو انت جوه البلد وفيه وترن وشايف ان في عربيات جايه وراك كتير وعربيات من الناحيه التانيه وبتاع، انت شغل دماغك، ما تبقاش في الشمال قوي وماشي هادي وبتاع. اقرا الشارع، لقيت وراك مفيش حد والناحيه التانيه مفيش حد، ابعد شويه عن الرصيف وهاتها من مره واحده بسرعه وانت مدي اشاره شمال وانجز. ملقاكش انت واقف بتلف في 3 ساعات. يعني ارحم الشعب. حاول يعني. ها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت.